السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض حاجة طعمها فظيع، كلها شوكولاتة في شوكولاتة، بمكونات كلها عندنا موجودة في البيت. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معنا كوبايتين لبن، نص كوب سكر، ومعلقتين كاكاو خام، 3 قطع شوكولاتة خام، 3 معالق نشا. هجيب الحلة واحط كل المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. احط اللبن، وبعد كده احط السكر، وبعد كده احط النشا والكاكاو وكيس الفانيليا، وبعد كده احط الشوكولاته. خدي بالك لازم يكون الكاكاو نوع كويس، عشان في كاكاو بيبقى ممرر كده وطعمه مش كويس. وهبدا بقى احطها على النار مع التقليب المستمر لغايه لما يتقل معانا. هنا خلاص تقل معانا بالشكل ده. هبدا بقى ارفعه من على النار، ولو لقيتيه تقيل معاكي قوي ممكن تخففيه بشويه لبن. وهبدا بقى في الخطوه التانية. انا هنا معايا بسكوت ساده وربع كوب سمنه او زبده وفول سوداني، وهبدا بقى احط ده كله في الكبه وهبدا اطحنه. حطيت البسكوت والسمنه او الزبده والفول السوداني او اي نوع مكسرات انت عايزاها. وهبدا بقى اطحنها بالشكل ده كده. هنا خلاص جاهز معنا بالشكل ده. هبدا بقى هجهز الكاسات بتاعتنا او الكوبايات او الاطباق زي ما انت حابه، وهبدا بقى احط طبقه من البسكوت بالشكل ده. طبعا الكميه اللي انت حباها وعايزاها. وبعد كده احط طبقه برضو من الشوكولاته اللي احنا عاملينها بالشكل ده. طبعا بعد ما بحط الشوكولاته ببدا افردها كويس، وبعد كده بكرر الموضوع تاني. حطيت طبعا طبقه بسكوت تاني، كده خلاص خلصنا طبقه البسكوت. هبدا برضو احط طبقه الشوكولاته. تبقى عباره عن معاكم طبقات، طبقه بسكوت وطبقه شوكولاته وطبقه بسكوت وطبقه شوكولاته. طبعا زي ما احنا قلنا بين كل طبقه وطبقه ببدا افردها كويس. بعد ما بحط الشوكولاته هبدا افردها بالشكل ده كده. وهبدا بقى ازينها باي حاجه انت عايز تزينيها، باي حاجه عندك، شوكولاته مبشوره، اي نوع مكسرات انت حباه. انا هنا كان عندي عين جمل، بدات ازينها بيه بالشكل ده كده. او عندك فول سوداني مجروش بالشكل ده ممكن تحطيه عليها. كده خلاص جهزت معانا بالشكل القمر ده. هنبدا بقى نحطها في التلاجة تسقع شويه وتجمد ساعه او ساعتين زي ما انت حابه. وكلي بقى طعمها فظيع والله يا جماعه، حلوه قوي. كله داخل مع بعض، البسكوت مع الشوكولاته مديها طعم حلو قوي. انا بقولك من دلوقتي بجد ضعف الكميه علشان هتعجبك قوي، هتطلبها منك كل يوم.
واحسن حاجة فيها ان مكوناتها كلها بسيطة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد يا رب يعجبكم، واستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.